عايز تطمن على مستقبلك فعلى طول تروح لحد يفتح لك ورق التاروت او يقرا لك الطالع من خلال برجك او تشوف البندول هيقول لك ايه. ولو الدنيا ملخبطه معاك شويه في صحتك او رزقك او غيره فانت مش محتاج تصلي او تقرب من ربنا خالص، خصوصا انك عندك جلسات الريكي واليوجا. بس عايزه افاجئك واقول لك ان اليوجا اصلا صلاه الهندوسيين اللي بيؤمنوا بتناسخ الارواح وبيعبدوا البقر، واللي في اعتقادهم ان اليوجا هي صلاه اتحاد الطاقه الكونيه اللي هي الاله يعني مع الانسان في جسم واحد. فده نتيجته انه هيعمل لك توازن بين الشكرات السبعه في جسمك، وهتفعل بقى قانون الجذب والاكواد الكونيه، وفي خلال شهر واحد بس هتبقى اغنى واجمل وانجح واحد في الكوكب. شايفه الصدمه على وشوشكم؟ بس ما تقلقوش قوي كده، لان كلاسز اليوجا اللي بتحضروها في اي جيم ما هي الا بلح. انت عشان تبقى قائد وتوصل بالخبره انك تعمل جلسه يوجا لازم تروح الهند وتاخد جلسات توصلك لمرحله السنياسه، والسنياسه يعني الزهد. واول ما تبقى سنياسه قد الدنيا هيقولوا لك مبروك، انت كده خدت